الصديق كلمة كبيرة مع قلة حروفها. مش أي حد يدخل حياتنا ينفع يكون صديق. مش دايما الانطباعات الأولى بتكون صح. ساعات وهج البداية بيدي انطباع غلط، تفتكر إنك اخترت الصديق الحقيقي. لكن الصديق كلمة ما ينفعش نقولها على حد إلا بعد مواقف وعشرة وتجارب نمر بيها سوا. غير كده بيكون اسمهم معارف. مرة حد سألني: ما شاء الله انت اصحابك كتير قوي. سمعته وفكرت شوية، بعد كده قلت له: لا، كل اللي انت شايفهم دول اسمهم معارف، زمايل. انما اصدقائي الحقيقيين يعني 2، ولو ركزت قوي الاقي ان عندي صديق واحد بس. الصديق هو اللي ممكن نقول له عن كل حاجة واحنا مطمنين. الصديق هو اللي ينفع نغمض عينينا وندي ظهرنا ونسيبه واحنا مطمنين. الصديق مراية لصديق، الصديق ظهر وسند. الصديق مهما بعدت المسافات وقلت اللقاءات، لما تحتاجه تلاقيه من غير حتى ما تطلبه. تخيلوا كده ان الصديق اوقات كتير، لا ده في معظم الاوقات، لا معظم، ده في تقريبا كل الاوقات بيبقى اكتر من الاخ نفسه. وعلشان كده رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الفرق كبير قوي يا جماعة بين الأصدقاء وبين المعارف. ربنا يرزقنا بصديق وفي. طولت عليكم، أشوفكم على خير، والسلام عليكم.